هما ازاي الفراعنة قدروا يرفعوا حجارة الهرم للارتفاع ده؟ هرم خوفو بيوصل طوله ل 146 متر، يعني برج مكون من 48 دور. بيتكون من نوعين من الحجارة، الحجر الجيري اللي هو من بره، ووزن الحجر الواحد بيوصل ل 2 طن ونص، والحجر الجرانيتي وده اللي في غرفة الملك، وبيوصل وزن الحجر الواحد ل 70 طن. طب ازاي بقى كانوا بيرفعوا الأوزان دي كلها وانت لسه ما عملتش لايك؟ في نظرية بتقول إنهم كانوا بيستخدموا منحدر عشان يرفعوا الحجارة دي، بس في مشكلة إن كل ما كان ارتفاع الهرم بيزيد فالمنحدر المفروض إن ميله يزيد، فهيلاقوا صعوبة في الرفع. وعشان يحافظوا على ميل المنحدر الطبيعي كانوا محتاجين يبنوا منحدر مساحته أكبر من الهرم نفسه. عشان كده استخدموا المنحدر ده عشان يبنوا تلت الهرم بس، وبعد كده بنوا منحدر لافف حوالين الهرم زي السلم اللي عندك في البيت كده عشان يكملوا بقية الهرم. عمرك سمعت قبل كده عن جزيرة البلاستيك؟ ما سألتش نفسك في مرة وانت بترمي حاجة في البحر الحاجة دي بتروح فين؟ في شمال المحيط الهادي ما بين كاليفورنيا وهاواي في منظر أشبه بالخيال، تحسه للوهلة الأولى إنه جزيرة أو قارة تامنة، تجمع كبير من النفايات البلاستيك مساحته أكبر 3 أضعاف من مساحة فرنسا. طب إزاي بقى النفايات دي اتجمعت في مكان واحد كده؟ مادة البلاستيك مش بتتحلل بسهولة، لكن بتتحول لجزيئات أصغر منها اسمها مايكرو بلاستيك في حجم عقلة الصوبع كده، اللي انت هتنزل تخبط بيه اللايك والاشتراك دلوقتي. تيجي بقى الطيارات البحرية واخدة المايكرو بلاستيك دي ومجمعاها في مكان واحد، فتظهر كأنها جزيرة في وسط المحيط. وما تستغربش لما تعرف ان عدد المايكرو بلاستيك اللي في المنطقة بيوصل ل1.8 تريليون قطعة. والمخلفات دي طبعا بتسبب مشاكل للكائنات البحرية لما بياكلوها عشان بتأدي لموتهم، وبعد كده سيادتك تاكل الأسماك دي فتسبب لك مشاكل كتير، ده غير إنها بتدمر المواطن الطبيعية للأسماك. وطبعا في محاولات كتير لحل المشكلة دي، بس مش محتاج طبعا أقولك إن كلها بتفشل، والمشكلة بدل ما بتقل بتزيد. هو لسه فينا بحجمها ده مش بتغرق؟ هلاقي واحد دلوقتي بيقول لي ايه السؤال الساذج ده؟ انا قصدي هنا السفينة الكبيرة اللي مصنوعة من حديد، مش القارب اللي مصنوع من الخشب. العم أرشميدس بيقول إن أي جسم بيتغمر في سائل بيتعرض لقوة دفع الأعلى بتتسمى بقوة الطف، بشرط إن يكون الجسم مش بيتفاعل مع السائل ولا بيدوب فيه. يعني لو جبنا جسم وحطيناه في مية فالجسم ده هيزيح كمية من المية أو هيرفع منسوب المية، فيجي شوية المية اللي اتزاحوا دول عايزين يرجعوا مكانهم فيدفعوا الجسم ده لفوق، وكل ما كمية المية تكون أكتر كل ما قوة الدفع أو الطف تكون أكبر. يعني ببساطة الجسم لو أزاح كمية مية أكبر من وزنه هيطفو، ولو أزاح كمية مية أقل من وزنه هيغرق. فتلاقي السفينة اللي حجمها مهول بتطفو عشان بتزيح كمية مية أكبر من وزنها، في حين إن المسمار بيغرق عشان بيزيح كمية مية أقل من وزنه. ليه لما بيجيلنا سخونية بنحس إننا بردانين؟ لما درجة حرارتك تزيد وجسمك يتلامس مع الجو الخارجي اللي درجة حرارته بقت أقل من درجة حرارة جسمك بتحس بالبرد، بس السبب ده لوحده مش كفاية. معنى إن إحنا جالنا سخونية يعني في عدوى دخلت الجسم، ففي الحالة دي الجسم بيحتاج إنه يزود حرارته عشان يقدر يحارب العدوى، وعشان يعمل كده بيفرز مواد كيميائية. المواد دي بتروح على منطقة في المخ اسمها الهايبوثالاموس، وده مركز مسؤول عن تنظيم درجة حرارة الجسم، ويقول لها أنا محتاج حرارة أكتر من كده عشان أقدر أحارب العدو. فالمخ بيخليك ترتعش وتحس بالبرد عشان بالتالي يخليك تستجيب للبرودة ديت وتلبس هدوم تقيلة، فيكون في صعوبة في فقد الحرارة فتزيد درجة حرارة جسمك، وهو ده المطلوب. طب هنا في سؤال، هو ليه أصلا درجة حرارة جسمنا بتزيد لما يكون في عدوى؟ استنى الحلقة الجاية إن شاء الله. لما تيجي تسأل السؤال ده هتلاقي واحد يقولك هي محتاجة حاجة سخن طبعا، هتقوله طب ليه؟ هيقولك عشان لما بتعوز تدفي ايدك بتنفخ فيها. وهتلاقي واحد تاني خالص يقولك بارد طبعا، هتقوله طب ليه انت كمان؟ هيقولك امال احنا بننفخ في الشاي عشان يبرد ليه؟ وهتخش في متاهة مش هتخلص منها. والفكرة بقى ان محدش فيهم صح ومحدش فيهم غلط. طب ازاي بقى؟
الهواء اللي بيخش جسمنا بيكون بدرجة حرارة الجو الخارجي، بس لما بيخش الجسم بتوصل درجة حرارته لدرجة حرارة الجسم الطبيعية، واللي هي 37 درجة. وال37 درجة دي كفيلة تبرد الشاي اللي درجة حرارته ممكن توصل ل100 درجة مئوية، وكفيلة تدفي ايدك اللي نسيت تعمل بيها لايك واشتراك، واللي درجة حرارتها بتكون أقل من 37 درجة بسبب تعرضها للجو الخارجي وقلة الدم اللي بيروح لها.